حوالي سنتين تفرغت للموضوع بتاع الكوتشنج والتريننج والتدريب والحاجات بقى المرتبطة بيه. فواجهتني مشكلة كبيرة جدا لما سبت الوظيفة وبقيت بقى يعني حر نفسي، وهي فكرة التشتت. يعني في الشغل كان بيبقى فيه نظام ثابت ان انا بصحى الصبح في وقت معين، في خلال لحد ما يخلص الشغل في وقت معين وارجع البيت، يعني بيبقى قدامي ساعة او ساعتين وهكذا عيد اليوم من اوله. فكان في سيستم هو اللي ماشيني. مجرد ما السيستم ده اختفى من حياتي بقى عندي مشكلة كبيرة جدا في ان انا انظم يومي. يعني كنت اصحى الساعة 8 الصبح كده، او يعني كنت فعلا بصحى بدري، بصحى في نفس الوقت بقى اللي هو اللي انا متعود اروح بيه الشغل، بس بصحى ما فيش اي حاجة بعملها. قاعد بقى مثلا كده على السرير اتفرج على التلفزيون شويه، امسك في الموبايل اقعد اعمل براوزنج، او اشوف بقى اخر حاجه جديده في السوشيال ميديا او مين بعت لي رسائل قبل ما انام والحاجات اللي زي كده. وكل بقى ما اقول انا عايز ابدا اشتغل او اعمل حاجه ليها علاقه بالانتاجيه او الشغل، اقول لا ما لسه قدامي اليوم طويل. فجاه زي ما احنا متوقعين اليوم ايه كان بيخلص، الاقي فجاه الساعه بقت 8 9 بالليل ومفيش اي حاجه عملتها خلال اليوم، رغم ان اليوم كله اصلا ببقى مشغول يعني. بحاول ادخل بقى السوشيال ميديا، بقنع نفسي ان انا بدور على حاجه ليها علاقه بالشغل بتاعي. بحضر في كورسات اصلا مشترك فيها اونلاين، بدخل احاول اشوف منها اجزاء، بس غالبا ولا واحد فيهم ايه كنت بكمله في الاخر. حتى الرياضه يعني كنت بحاول انتظم فيها بقى، ويبقى خلاص انا بقول بقى عندي يعني اليوم كله في الوقت بتاعه متاح وبقى في ايدي يعني حاجه اقدر اعملها. لان للاسف برضه ايه ما كنتش بروح الرياضه ولا كنت بلتزم فيه، يعني اروح يوم ثلاثه لا وهكذا. فبدأت تبقى حاسس يعني إن في حاجة إيه غلط بتحصل. يعني أنا كده خلاص سبت الشغل والمفروض بقى أركز في الشغل البديل اللي هو المفروض هو اللي يبقى مصدر الدخل بتاعي، وأنا قاعد اليوم كله مش بعمل أي حاجة، مجرد يعني قاعد بقضي وقت كده زي ما بيقولوا. رغم إن أنا يعني بكون حاطط في نيتي إن أنا في حاجات عايز أعملها، إلا إن أي حاجة بسيطة بتشتتني، جات لي رسالة على الموبايل بتشتتني، جالي حد اتصل بيا بيشتتني وهكذا. في مثلا مجموعة في المكان اللي انا ساكن فيه اعرف اكتر من حد فيهم يكلمني تعالى هنتقابل النهارده، اروح سايب اللي ورايا واروح اقابله، وحاجات كتير زي كده. حتى ادور بقى احل ازاي الموضوع ده. يعني توصلت لبعض الحاجات اللي يعني ها ممكن تساعدني شويه، وفعلا بتساعدني لفتره بسيطه وفتره مؤقته، الا ان مش بتكمل. زي ايه؟ يعني في تيب مشهور قوي كده دايما يقول لك ان السبب الاساسي هو الموبايل او السوشيال ميديا. فجرب روح في حته كده ابعد فيها عن الموبايل، هتلاقي تركيزك رجع من تاني. بالفعل جربت حاجه زي كده، يعني رحت في مكان، سافرت في كاترين، معظمكم او اعتقد جزء كبير منكم ممكن يكون عارفها. ان هناك ايه ما فيش شبكه، يعني هي مجرد هناك في مناطق كده معينه ما تقدرش تتصل باي حد. فبالفعل كنت بروح المكان واروح بقى هناك، بسيب الموبايل يعني بيكون معايا، بس طبعا ما فيهوش شبكه فبيبقى زي قلته. بالفعل برجع بقى بحس ان انا خلاص بقيت مركز، بقى في نشاط اعلى في التفكير بتاعي. الا ان اسبوع 10 ايام وارجع تاني ايه زي الاول ويمكن اسوء. ده خلاني بقى يعني برضه ادور اكتر، يعني ايه المشكله تحديدا، ايه اللي بيخليني دايما كده مشتت ومش قادر احقق او انجز الحاجات اللي انا عايز انجزها. لان ده كان بقى بأثر على حياتي ومخليني دايما حاسس بلوم زي التأنيب ضمير. وطول اليوم يعني مش بقول لكم ان انا قاعد ما بشتغلش، لا انا بعمل حاجات بس يعني كلها حاجات عشوائيه مش بتوصلني اللي انا عايزه. يعني في كورسات عايز اخلصها، لا اتفرج على فيديو من هنا وفيديو من هنا ومش بكمله. في كتاب عايز اكتبه، اكتب يعني كام كلمه من هنا وكام كلمه من هنا ومش بكمله للاخر وهكذا. فبالتالي برضو النتيجه التانيه ان حصل لي اللي احنا بنسميه بيرن اوت او الاحتراق الذاتي. ان انا يعني حاسس باجهاد وتعب لكن مفيش نتيجه او انجاز بيتحقق. وبقى يعني مع الوقت خلاص بقاش ليا نفسي اشتغل، يعني حاسس باحباط كده وكسل، وان يعني مش قادر اعمل اللي انا عايز اعمله او الحاجه اللي انا عايز اعملها. لقيت ان الحل هو ان يبقى في سيستم، يعني زي بالظبط، لان هو ده اللي كان ايه ايام الشغل، هو ده اللي كان مخليني انجز ومخليني انتج. يعني انا في الشغل كان بالرغم ان معظم اليوم في الوظيفه، لان بالرغم من الساعتين ثلاثه اللي متبقيين في البيت كان بيبقى عندي فرصه او وقت اقدر اعمل حاجات ليها علاقه بالتدريب بتاعي، بالكورسات اللي انا بعملها، بالكتابه وهكذا. بدات ادور بقى يعني ايه، اجرب حاجات تنفع حاجات ما تنفعش، لحد ما عملت سيستم من 5 خطوات إن سميته فوكس. ممكن اكلمكم عنه شويه اثناء واحنا السيشن بتاعتنا النهارده. السيستم ده مجرد ما اتبعته، يعني هو مش حاجه واحده بتتعمل، لا هو نمط حياه او يعني لايف ستايل زي ما بنقول، يعني اكتر من حاجه بتتعمل. السيستم ده بعد ما اتبعته او مشيت عليه فعلا قدرت انظم يومي، بقيت اصحى الصبح عارف ايه اللي اعمله في اثناء اليوم. حتى لو يعني مش شاغل ال 24 ساعه بتوعي، لا يعني بشتغل مثلا ساعتين ثلاثه، يمكن اقول اربعه بالكتير، بس ساعتين فيهم تركيز، فيهم انتاجيه وبنتج الحاجه اللي انا عايز اعملها. بالتالي خليني احقق بقى ايه الحاجات اللي انا عايز احققها. يعني بعد ما عملت السيستم ده يمكن عملت ديزاين ل3 كورسات رئيسيين عندي، كورس اسمه فوكس وكورس اسمه فاست وكورس اسمه رايتر.
خلصت يعني تقريبا، مخلص الكتاب التالت اللي عايز اكتبه، اسمه اتعلم تركز، فاضل فيه بس حاجات بقى اللي ليها علاقه بالطباعه والنشر والحاجات دي كلها. قدرت ادخل الرياضه في الروتين اليومي بتاعي. وبعمل ايه يعني، بقى عندي كمان وقت للترفيه، ان اخرج مع اصحابي اللي كنت بقول لكم عليهم دول، بس بخرج ايه من غير بقى احساس بجلد الذات او تأنيب الضمير، او ان انا بخرج وانا عندي مشكله ما مش ورايا وحاجه لسه ما خلصتهاش. السيستم ده يعني مكون من 6 خطوات بس، يعني ايه، هنتكلم عندكم عنده نبذه برضه في واحنا بنتكلم، بس يمكن ابرزهم الحاجه اللي يعني في للاسف معظمنا بنعاني منها، اللي هي الدنيا سايبه كده، او يعني ايه، مفيش هدف واضح في حياتي. يعني في بعضكم لاحظ ان على الجروب اللي احنا كنا عاملينها، في بعض الاسئله اللي كنا بنسالها، ايه مثلا الحاجه اللي انت عايز توصل لها في خلال ال6 شهور الجايين، ايه الهدف اللي عايز توصل له، وحاجات من النوع ده، معظمها اجابات عامه قوي. ودي برضو المشكله اللي انا كنت بعاني منها. يعني ممكن اقول انا عايز اتعلم انجليزي، عايز العب رياضه، عايز مش عارف اتعلم كوتشنج، اركز في التدريب، حاجات زي كده كلها حاجات عامه قوي، بس ما فيش حاجه ايه ممسوكه كده اقدر اتابع نفسي على اساسها. ودي حاجه قليلين جدا، يمكن يعني لا يتعدى يعني مش فاكر الرقم بالظبط، بس هو ما يزيدش عن 10% من العالم هو اللي بيقدر يحط اهداف واضحه ومحدده. وال 10% دول هم فعلا اللي بيوصلوا وينجزوا، ويبقوا من الناس الناجحه اللي احنا ايه كلنا بناخدهم قدوه لينا. بس يعني قبل ما نتكلم في الجزئية دي، فالنهارده بقى نتكلم عن الحاجة الأساسية في المحاضرة بتاعتنا اللي احنا بنسميها ايه، مثلث التشتت. لأن في 3 حاجات أساسية هم اللي بيسببوا التشتت بتاعنا، ولو احنا بس يبقى مجرد الوعي بيهم، يعني احنا زي ما احنا عارفين الوعي بتاع المشكلة بيمثل 50% من حلها. ده يساعدني أعرف ايه اللي أحسنه أو أظبطه من حياتي، بحيث إن التشتت ده يقل والتركيز يتحسن. فنتكلم عن أصل التشتت، ايه أصلا الجذر أو الروت كوزز بتاعت التشتت، المشاكل بقى بتاعت التشتت. يعني التشتت النتيجة ان هو موجود في حياتي في بعض التأثير السلبي اللي بيحصل. وهنتكلم بقى عن ايه مثلث التشتت، اللي هما ال3 أسباب الرئيسية اللي بيخلوا بالنسبة لي التشتت ده بقى نمط حياة كده بالنسبة لنا دلوقتي. أول حاجة إيه هو أصل التشتت يعني؟ ليه ناس كتير دلوقتي بتشتكي إن عندها تشتت، أو ورغم إن هو ما كانش موجود قبل، يعني قبل كده كان موجود، بس يعني إيه مش بالفكرة أو الكمية اللي موجود فيها الفترة الحالية اللي إحنا فيها. أول حاجة التوتر والقلق. يعني احنا عارفين في موقف، يعني اعتقد كلكم او كلنا تعرضنا ليه، اللي هو مثلا ايه، انا اكون رايح امتحن ايام ما كنا بنمتحن مثلا امتحانات في الجامعه او الثانويه العامه والحاجات دي، واكون هنا قبل رايح الامتحان يعني متاكد من ان انا حافظ كل حاجه كويس ومذاكر كل حاجه كويس من الماده، واجي في الامتحان سؤال يعني اكون يمكن عديت عليه 7000 مره قبل كده، بس اجي في الامتحان ابص على السؤال كده يعني يختفي الإجابة من دماغي. أحس بقى يعني في حاجة صعبة، في حاجة مش طبيعية، أو يعني أحس فعلا إن الإجابة سهلة بس كانت يعني على دماغي بس اختفت من الذاكرة. أول بقى ما أخرج من الامتحان أجي أراجع مع أصحابي بقى بره أو مع زمايلي، أكتشف إيه الغباوة اللي أنا كنت فيها دي. ده يعني ده السؤال ده هايف قوي، وكان يعني أنا عديت عليه 1000 مرة، أنا ليه ما عرفتش أعدي عليه دلوقتي؟ في الحقيقة اللي بيحصل بقى إن إحنا ساعتها الوركينج ميموري بسبب التوتر اللي إحنا بنكون فيه هي اللي بتعمل لنا التشتت ده. الوركينج ميموري دي او الذاكره العامله يعني ذاكره الساعه بتاعتها محدده، ما تستحملش معلومات كتيره جواها في نفس الوقت. فانا ساعتها لما اكون متوتر عقلي ايه بيرجع يفتكر التفكير البدائي ان انا دلوقتي في موقف خطر، لان انت دلوقتي مشاعر التوتر طلعت، فمعنى كده ان انت في حاجه قدامك خطر. فالغي بقى اي حاجه محتاجه تفكير، وركز ان انت تهرب من الموقف اللي انت فيه ده. انتوا عارفين ان هم ال3 حاجات اللي احنا بنعاني منهم، العقل البدائي اللي هو فايت او فلايت او فريز، لو يا اما تهرب من الموقف، يا اما تواجهه او تتخانق، يا اما إيه تتجمد في مكانك. فاللي بيحصل لنا في الحاله دي اللي هي الفريز بقى، لان العقل بتاعي الهرمونات اللي هي بتاعت التوتر بقت عاليه قوي فيه، فبالتالي قللت القدره بتاعت الذاكره العامله اللي انا بجمع فيها المعلومات اللي انا بحتاجها عشان احل الامتحان مثلا في الحاله بتاعتنا. فبالتالي هيحصل لي عمليه التشتت ومش هقدر اركز في الحاجه اللي انا ايه بعملها. فبالتالي ده يمكن من اهم الاسباب او الاصل الاساسي بتاع التشتت بتاعنا اللي هو التوتر والقلق. فطبعا يعني حل حاجه زي كده ان انا استعد كويس قوي للامتحان اللي انا رايح، ادخل نفسي في نفس البيئه بتاعت المذاكره مثلا، يعني اعمل سيميوليشن كده او محاكاه لنظام الامتحان قبل ما اروح، بحيث على قد ما اقدر اقلل من التوتر والقلق ده. طبعا في حاجات تانية كتير يعني تساعدنا على التخلص من التوتر زي المديتيشن وحاجات من النوعيه دي. الاصل التاني بقى او الجذر التاني من جذور التشتت هو الحرمان من النوم والارهاق اللي احنا بنعاني منه. لأن النوم يعني بيحصل أثناء عملية النوم نفسها، بيحصل بعض العمليات في الذاكرة بتاعتي.
او في العقل بتاعي، بتتنقل بقى معلومات من الذاكره المؤقته للذاكره الدائمه، وبالتالي بتخلي ايه، يتعمل يعني في بعض الخلايا بيحصل لها نمو، في بعض الوصلات العصبيه بيحصل لها يعني الوصلات دي تبقى اقوى، وايه بيحصل بعض العمليات وانا نايم. فانا لما انام عدد ساعات قليل او انام بجوده قليله، للاسف اللي بيحصل المخ بتاعي ما بيكملش كل الوصلات دي، ومش بيعمل ريفريشمنت بقى العقل. احنا عارفين النوم ده بالظبط زي ما كان عندك جهاز كمبيوتر وبتفصل الجهاز وتروح مشغله تاني، او عندك موبايل حسيت انه مهنج رحت فاصله ومشغله تاني، ساعتها هيحصل تجديد للحاجه اللي انت بتشغلها. فهي نفس الفكره، المفروض يحصل تنشيط او تجديد لعقلي، فانا ايه بحرمه من النوم، فطول اليوم بقى عندي ارهاق، عقلي خلاص ما بيقدرش يركز وما بيقدرش يفكر، فعلى طول هيبقى ايه، مشتت ومش قادر يركز في اي مهمه انا بعملها. عشان كده مهم قوي ان انا ايه اخلي بالي من النوم بتاعي، ويكون ما مش مجرد عدد ساعات نوم، لا، اركز على الجوده، عن طريق بقى حاجات كتير برضو ايه ممكن نتكلم عنها في وقت تاني. برضه مشكلة من أو أصل تاني من أصول التشتت هو اللي إحنا بنسميه ممكن إيه، فرط المعلومات. إحنا دلوقتي في يعني معلومات لا نهائية عقلنا بيستقبلها في خلال اليوم، هو مطلوب منه يفلتر المعلومات دي، ياخد بس المهم ويسيب الحاجة اللي مش مهمة. بس اللي بيحصل بقى بسبب إن إحنا يعني زودنا اللود على العقل بتاعي، يعني لو فرضنا يعني إنه معرفش يعني مش الأرقام اللي أقولها مش مظبوطة، بس يعني لو فرضنا إن إحنا زمان كنا بنستقبل 1000 معلومة في اليوم، دلوقتي ممكن نستقبل مليون معلومة بسبب بقى السوشيال ميديا، الأخبار الكتير اللي إحنا بنسمعها أو ندخل فيها ونتكلم فيها وهكذا. فده خلى المتوسط مدى الانتباه بتاع العقل بتاعي يقل، يعني بعد ما زمان كان ممكن اركز، يعني العقل بتاعي دايما بيعمل سويتش، فبعد ما كان 12 ثانيه في الحاجه التركيز الحاجه الواحده، لا دلوقتي بقى 8 ثواني. فايه اللي حصل نتيجه للمعلومات الكتيره دي، خلاص ما بقاش عنده القدره ان هو يفلتر المعلومات زي ما انا كان بعمل قبل كده، فبالتالي بدا يتشتت وتلاحظ كده إيه، يعني خلاص ما بقيناش مجمعين مع الناس، دايما سرحانين، دايما بنفكر في حاجات تانية وهكذا. برضو يعني مشكلة كبيرة أو من المشاكل اللي هي مسببة التشتت اللي هو الملل أو انخفاض الحافز. بمعنى إيه بقى؟ إن أنا مثلا دلوقتي ماسك كتاب بقرأه، الكتاب ده أنا فجأة كده حسيت نفسي زهقان وحسيت بملل ورحت مش مكمل الكتاب للآخر. ده بسبب إيه؟ إن ما عنديش دافع قوي إن أنا اقرا الكتاب ده او اكمله للاخر. فنتيجه لكده بقى خلاص حصل الملل ده في النص. طب الحل في حاجه زي كده إيه؟ ان انا ازود الحافز بتاعي في الحاجه اللي انا مش عايز احس فيها بملل. يعني انا في ماده معينه بذاكرها، الماده دي بالنسبه لي مهمه عشان اتخرج من الكليه اللي انا فيها، او مهمه عشان مثلا بعمل دراسات عليا فهتفيدني في الشغل بتاعي. خلاص يعني ممكن المادة دي أنا بكون مش أحسن حاجة ليا أو بحس بزهق وأنا بذاكرها، بس أفكر نفسي بالحافز أنا ليه أصلا من الأساس بمتحن المادة دي. أنا بمتحنها عشان أتخرج، بمتحنها عشان يبقى معايا دكتوراه معايا ماجستير، وأقعد أفكر نفسي بقى إيه ده باستمرار. ده هيخلي الملل اللي عندي أقل، يعني بيقل بدرجة كبيرة جدا، والحافز بتاعي هيكون في أفضل حالته. طبعا برضو من أصول التشتت التعدد المهام أو المالتي تاسكينج. يعني في ناس كتير كده تلاقيها دايما بتقول ايه، يعني فاكره ان المالتي تاسكينج ده او تعدد المهام دي يعني ميزه كبيره، يقول اصل انا من النوع الشاطر بقى اللي بيعرف يعمل اكتر من مهمه في نفس الوقت واكتر من حاجه في نفس الوقت. يعني ممكن نكتب كده في الكومنتات هنا كم واحد كده هنا، يعني كم واحد فاكر هو بيعمل مالتي تاسكينج وعنده الاعتقاد ده لحد دلوقتي ان هو المالتي تاسكينج دي يعني حاجه مفيده. ناس كتير هي كاتبه انا. بالظبط زي ما انتم شايفين كده في الكومنتات، يعني معظمنا عنده اعتقاد ده ان هو المالتي تاسكينج ده حاجه مفيده، بينما العكس تماما هو اللي صحيح. ليه بقى؟ لان انا العقل بتاعي عنده يعني كل حاجه بيعملها في جزء مختلف هو اللي بيعملها. يعني مثلا هتلاقي في جزء وانت بتقرا، في جزء مسؤول عن القرايه، وانت مثلا بتبعت ايميل لواحد صاحبك في جزء تاني مسؤول عن ارسال الايميلات، في وانت بتتكلم مع حد في جزء تاني مسؤول عن الكلام. فانا اللي بعمله ايه بقى؟ انا بتكلم مثلا واحد صاحبي ببقى في التليفون وببعت ايميل لواحد تاني، ومعتقد بقى ان انا كده بنجز وسريع، فانا بعمل سويتش في عقلي من الجزء بتاع ده للجزء بتاع ده، وعمال سويتش من هنا لهنا لهنا لهنا، لان عقلي ما عندوش القدره ان هو ايه يشتغل الجزئين في نفس الوقت. فايه اللي هيحصل؟ هاخد يعني جزء من، لو فرضنا ان التركيز بتاعي 100 وحده، فانا كده في 50 وحده في الكلام في التليفون، و50 وحده مثلا في ارسال الايميل. فبالتالي هبقى مشتت بين هنا وهنا، وعقلي ايه القدرات بتاعته هتقل، ومش هركز لا في ده ولا في ده، وههلك نفسي. يعني ال 100 وحده اللي كانوا معايا دول لو انا استخدمتهم
كل ساعة مثلا بعمل حاجة واحدة أو كل فترة بعمل حاجة واحدة، أوفرهم بحيث إن يكفي اليوم معايا. لكن أنا كده عمال أهلك عقلي من هنا لهنا لهنا لهنا. فالنتيجة للأسف إن أنا إيه، ههلك نفسي، وفي نص اليوم أحس بقى بالإجهاد والتوتر وعدم القدرة على التركيز والتشتت والحاجات كلها اللي إحنا بنعاني منها. لان هو في حد كذا حد كاتب بيقول انا ببعت ميل في الشغل وبفتح في حاجه تانية، او ارجع اكتب الميل وانسى اللي كنت بعمله بالظبط. حتى لو بعت الميل للراجل اللي بتبعته له هتلاقيه باعت لك بقى يقول لك انا في حاجه معينه غلط، وتقعد تضيع وقت بقى في تصليح الايميل وهكذا. احنا برضو يعني ايه في المحاضره بتاعتنا، يعني برضو بعد اللي هي الاسئله المختلفه عن الحاجه اللي احنا بنتكلم فيها نخصص لها جزء في الاخر. وزي ما احنا بنعمل دلوقتي كده، المشاركه بتاعتنا هتبقى عن طريق الشات. احنا يعني تقريبا متوقع باذن الله نخلص على 4 4 وربع، عشان لو حد بيسال هنخلص امتى. برضو في مشكله كبيره تانية. إيه المشكله الكبيره اللي بتسبب التشتت؟ ان البيئه بتاعتي تكون غير جاهزه. يعني عارفين طلع موضه كده من كام سنه، ان هي ايه فكره الشغل في الاوبن اريا، ان انا بقى مثلا عندي في المكتب بتاعي عشان الناس بقى تشتغل كتيم، وتشتغل واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، والحاجات الحلوة اللي احنا بنسمع عنها دي. للأسف بقى ايه بيأثر على التركيز. لأن أنت لما تفكر كده، هل أنت في الشغل بتاعك طول الوقت أنت محتاج تعمل برين ستورمينج، أو تفكر في الحلول مع أصحابك أو مع زمايلك اللي في الشغل، اللي هي عشان فكرة بقى واحد زائد واحد يساوي ثلاثة بقى، وفكرة اتنين لما يفكروا مع بعض هيطلعوا أفكار أحسن؟ بالتأكيد لا، الكلام ده يعني لا يتعدى 10% مثلا من وقت الشغل بتاعي. بينما معظم الوقت بقى يعني عندنا احنا ايه في الاشغال، هتلاقي واحد معدي مثلا ياخد طلبات الاكل الصبح يسال كل واحد انت عايز كام واحد فول، عايز كام واحد طعميه. يخلص الطلبات بتاعت الفول والطعميه، تلاقي واحد جاع شويه من النص فيروح منادي زميله بقى اللي هو طلب ده، تلاقيه قاعد في اخر المكان. ما تطلب لنا الراجل كده تشوف هو اتاخر ليه. وبعد ما يطلبوا ويجي تعالوا بقى يا جماعه ده الاكل جه. فتلاقي حاجات زي كده طول الوقت وانت قاعد، فده بيعمل لك ايه تشتت. فانت بتتصرف في حاجه زي كده ازاي؟ لو انت فعلا في نيتك ان انت عايز تركز في تاسكايه معينه مهمه معينه، يعني حل مبدئي كده بسيط، تجيب مثلا زي هيدفون وتحطها على دماغك، بحيث يعني الاصوات الخارجيه دي تتنعزل عنها وتبقى مركز بس في الحاجه اللي انت بتعملها فيها. وكان في بعض الانواع الاصوات المعينه والموسيقى المعينه لما تسمعها هتعلي التون بتاع التركيز بتاعك او التردد بتاع التركيز، وبالتالي تبقى مركز اكتر في الحاجه اللي انت بتعملها. فمن يعني زي ما احنا شفنا، احنا اتكلمنا عن اكتر من حاجه ايه ممكن هم اللي مسببين التشتت اصل. وممكن نسميهم دول اصول التشتت، يعني ابرزهم التوتر والقلق، ان ما يبقاش في نوم كويس، الارهاق المستمر، معلومات كتير قوي احنا ايه بنبقى محاوطين بيها ال 24 ساعه في اليوم بتاعنا، بيبقى الدافع قليل او الحافز قليل للحاجه اللي انا بعملها، فبالتالي بيحس بالملل واسرح. المالتي تاسكينج، ان البيئه نفسها ما تكونش جاهزه، بتبقى فيها ازعاج حواليا، فيها دوشه، فيها البيئه نفسها اللي انا موجود فيها مش احسن حاجه. يعني برضو في موضه كده، او يعني حاجه ترند كده منتشره عند الناس، ان انا لما اجي اذاكر او اعمل حاجه في الشغل، حاجه ليها علاقه وانا في البيت يعني ليها علاقه بالشغل، حاجه محتاجه تركيز، اروح قاعد على السرير وانا بعملها. انا كده باثر على البيئه اللي حواليا، يعني لان السرير ده عقلي رابط السرير ده بتاع ايه، بتاع النوم. فمش معقوله يا عقلي بقى يشوفني قاعد على السرير اللي هو متعود ينام فيه وهيجيب لي بقى طاقه تركيز وطاقه نشاط وهكذا، لا هيجيب لي احساس الخمول والنوم، وبالتالي هبقى ايه سرحان ومش قادر اركز. وارجع اشتكي اقول انا يعني الحته دي مش قادر اركز فيها، ده انا خلاص تركيزي ضعف عن زمان، والحاجات اللي احنا ايه كلنا بنشتكي منها. فمن الحاجات دي بقى كده ممكن نكتب في الكومنتس ايه اكتر حاجه من 9 مشاكل او ال6 مشاكل اللي احنا اتكلمنا فيهم دول انت حاسس فعلا انها ممكن تكون مسببه لك التشتت، او حتى لو حاجه تانية احنا ما اتكلمناش فيها. ارهاق وقله نوم وتعدد مهام كلهم توتر وقلق. حد كاتب ان هو بيشتغل هيبقى بتشتغل وتذاكر على السرير، سرحان، كتر المعلومات، توتر النوم اللي هو فرط المعلومات والملل، المهام المتعدده والتوتر والقلق كلهم. تعدد المهام، سوشيال ميديا، قله النوم، تعدد المهام والنوم والارهاق، كتر المعلومات، الملل، تعدد المهام، الأرق كلهم.
فاهم؟ يعني ما احنا للاسف طبعا عشان الوقت بتاعنا محدود فمش هنعرف نعيد ايه اللي فات كل شويه، عشان كده مهم قوي ان احنا نركز في الحاجات اللي بنعدي عليها، ان في الاخر خالص هلخص الكلام ككل، بس طبعا ايه التفاصيل مش هنقدر نرجع لها كل شويه. تمام، احنا كده اتكلمنا دلوقتي، عرفنا اصول التشتت والحاجات اللي بتسبب لي التشتت اللي احنا ايه كلنا بنعاني منه. نتكلم بقى عن ايه مشاكل، او يعني ممكن واحد يقول طب ما خلاص ما احنا كده كده عايشين كلنا مشتتين وما فيش مشكله بقى ان احنا نكمل في العيشه اللي احنا عايشينها دي. لا بالعكس، انت كده هتتسبب مشاكل في جوانب كتير قوي في حياتك. يعني ابرزهم مثلا جانب العلاقات. يعني انتوا عارفين لما تكون مثلا احيانا اكتر من حد بيشتكي لي يقول انا بكلم واحد كده ايه، وفي النص الاقي نفسي سرحت ومش مجمع اصلا هو بيقول ايه. ده بنسميها يعني ما بعملش اكتف listening او استماع الفعال. يعني انا بستمع للشخص اللي قصادي يعني وانا عندي فضول كده اعرف هو بيتكلم ايه. لا انا بسمع كده بس ايه، بسمع من هنا واطلع من هنا، بسبب ان انا التركيز بتاعي مش احسن حاجه، ان انا مشتت، ان انا دايما مش مركز وهكذا. ده بقى ايه يعني، ده من مشاكل التشتت. هو حط انت نفسك مكان الراجل التاني ده، تخيل بقى انت ايه اللي بتتكلم وهو قاعد سرحان كده، انت اكيد هتحس وهتاخد بالك بقى من تعبير وشه وانت بتسأله حاجة، هتلاقيه مش متابع معاك مش مكمل. فهتحس ايه يعني خلاص انا الراجل ده مش بيستمع ليا او مش مهتم بالاستماع ليا، فيعني علاقتك بيه مش هتبقى احسن حاجة. بعد كده لو تفكرت تتكلم في حد، تتكلم مع حد تاني، هتشوف حد غيره. فدي نفس الفكره برضه، الناس بتبص لك كده لما انت تكون سرحان مشتت، هتلاقي العلاقات ما بينك وما بينه مش احسن حاجه، ودايما ايه مفيش يعني هتلاقي بقى الكونكشن او العلاقه ما بينك وما بينهم بتضعف مع الوقت. برضه التفاصيل بقى، يعني انت ايه يعني في حاجة التفاصيل دي انت بتعرفها بس لما تكون مركز مع الشخص اللي قصادك. فحتى عارفين الناس دايما الشكاوي المشهوره بقى من المتجوزين، ده نسي عيد ميلادي، نسيت مش عارف او نسي عيد جوازنا، الحاجات اللي من النوعيه دي. ليه؟ لان انت على طول مشتت ودايما بتفكر في حاجات تانية، فبالتالي هتلاحظ ان الايه بتنسى حاجات زي كده. وطبعا عارفين كلنا المشاكل اللي بتحصل من الحاجات دي. نفس الفكره بقى اللي هو الشخص لما انت تكون بتكلمه كده يعني بتحس ان هو سرحان، ان هو في شرود ذهني. ده كلها من الاثار بتاعه التشتت، زي ما احنا شايفين على العلاقات. يعني بيسبب ان انت ما بتسمعش الشخص التاني استماع فعال، فبالتالي بتفوت بقى تفاصيل كتير وبالتالي بتبقى سرحان وانت بتكمله. وزي ما احنا يعني بقول لكم، يعني كل المشاكل دي انت ممكن دلوقتي تبص لها انها مشاكل كتير ومتنوعه، لكن مجرد ما بيبقى في هدف واضح ومحدد في حياتك، لا بيفرق بشكل كبير. يعني تخيل كده انت نازل من القاهره رايح اسكندريه، خلاص انت عارف الطريق بتاعك هتمشي ازاي، وعارف الخريطه او الماب اللي انت عليها، لان انت في هدف واضح رايح له في الاخر. لكن افرض انت بقى نازل بالعربيه كده وعمال تتمشى، هتلاحظ مفيش هدف واضح او مفيش مكان انت عايز تروحه، فدايما ايه هتتشتت. انت ماشي في الطريق مثلا شفت ناس بيتخانقوا، ممكن تركن العربيه وتنزل تشوف بيعملوا ايه، فبتتشتت عن المسار اللي انت رايحه. فهو ده بقى اللي بيسبب كل المشاكل اللي احنا بنتكلم عنها دي. يعني بيأثر برضه على العمل. يعني في كده دراسة اتعملت بتقول إن تقريبا يعني أنت لما تكون مركز في حاجة ويحصل لك أي نوع من أنواع المقاطعة، بتحتاج حوالي 23 دقيقة عشان ترجع لنفس قدرة التركيز تاني. فالحاجة اللي بتتعمل في ساعة لو أنت حصل لك بس فيها مقاطعتين، أنت كده ضيعت 46 دقيقة. فهتلاقي ان انت هتحتاج يعني في الساعه الاولى دي انت ما اشتغلتش غير ربع ساعه، هتحتاج كمان ساعه الا ربع تانية عشان تخلص الحاجه اللي انت بتعملها. ممكن يجي لك مقاطعه كمان في الساعه الا ربع فتضيع ايه كمان ربع 23 دقيقه وهكذا. فهي دي بتيجي الشكوى بقى من هنا، ان انا ايه الحاجه اللي بعتها المفروض تخلص في ساعه، لا انا ممكن اخلصها في اربع خمس ساعات، بسبب بقى كل شويه يحصل الانقطاعات والانتربشن والحاجات اللي زي دي، فبيأثر على جوده الحاجه اللي انت بتشتغلها. برضه يعني في دراسة تانية اتعملت بتقول لو انت يعني 3 ثواني بس حد قطعك في الحاجة اللي انت بتعملها، ده بيزود معدل الأخطاء بمعدل كبير، يعني بشكل كبير قوي. يعني زي المثال اللي كنا بنضربه شوية بتاع الإيميل، لو انت بتتكلم في الإيميل وجالك تليفون في نفس الوقت، غالبا الإيميل اللي انت بتبعته لحد ده هيبقى فيه أخطاء، وهتخلي الطرف التاني يقعد بقى يبعت لك تاني لا الحتة دي فيها حاجة ناقصة، الحتة دي مش عارف ايه. والحاجات بقى الناس اللي شغالة في الشركات هتحس بالمعاناة دي، هتلاقي اليوم كله رايح جاي في ايميل واحد والتفسير بتاعه، وده لا اصل انا ما كانش قصدي كذا، قصدي كذا، يعني مش قصدي كذا، قصدي حاجه تانية. والحاجات بقى اللي احنا ايه المهاترات اللي بتحصل وبتضيع الوقت بتاعنا، كل ده طبعا بيسبب بقى بطء الانجاز، والشغل بتاعنا بيبقى ايه مش احسن حالاته. برضو يعني من الحاجات المعروفه في الشغل ان انت بتحتاج في اوقات معينه تاخد قرار، يعني عشان ايه بتعمل حاجه معينه.
انا مثلا في الشغل بتاعي كنت شغل اي تي، يعني احيانا بيبقى في حاجات كده ايه، ممكن لو ما خدتش القرار الصح في الوقت الصح ت- تلاقي الشبكه ضربت. يعني زي الموضوع اللي حصل مثلا من فتره، اللي هو شهرين ثلاثه كده، بتاع سنترال اللي هو ضرب بتاع رمسيس. يعني الشغل بتاعي يعني ما اقصدش ان ده حصل بسبب عدم التركيز، بس يعني الشغل بتاعي كان ايه، حاجات شبه كده يعني. ان انا ممكن اثناء بقى بسبب قله النوم، بسبب التوتر، اتخذ قرار غلط يتسبب ان حاجه كبيره زي دي تضرب، وتشوف بقى التاثير بتاعها على الناس بيبقى عامل ازاي، والناس تتعطل ازاي، وهكذا. انا عادة لما تيجي تروح رايح بنك تخلص مصلحة ما، رايح مش عارف اي حاجة، يقول لك اصل السيستم واقع، اصل في مشكلة. دي بتبقى بسبب ايه، قرارات اتخذت بشكل غلط بسبب التشتت وبسبب عدم التركيز. فكل دي من التأثيرات السلبية اللي بتحصل على التركيز بسبب التشتت، سواء بقى في العلاقات او في العمل. طب بقى بالنسبة ايه لللايف ستايل بتاعي، طبعا يعني زي ما احنا عارفين ان التذكر ده، يعني ده ايه الناتج عن التركيز، او يعني ممكن نقول التركيز هو بوابة للذاكرة. يعني في موقف انا يمكن كنت بتعرض له زمان كتير، بس الحمد لله يعني من فتره مش قليله يعني بدأ يقل. هو ان انا إيه يعني ابرزهم حسب ما انا فاكر. انا مثلا كنت رحت في كورس في مكان ما. الكورس ده كان العربيه اللي عشان الاقي ركن للعربيه يعني كان حوالي 10 دقائق من السنتر او المركز اللي انا باخد فيه الكورس ده. فانا فاكر الكورس ده رحته كان اول يوم بقى، ولسه مش عارف الناس هناك. كان رحته بعد الشغل بقى بسبب التعب والارهاق والكلام ده كله. يعني كنت قاعد في الكورس، يعني برضو تركيزي مش احسن حاجه. بس في اخر اليوم بقى خلصت متاخر الساعه 9 كده او 9 ونص، ورجعت بقى 10 دقايق ايه، ماشي للعربيه بتاعتي. جه بقى كنت عايز اشتري حاجه بقى، كان معايا شنطه كده. بفتح الشنطه، المفروض حاطط فيها المحفظه. لقيت ايه ما فيش محفظه، مش موجوده. طبعا اول تفكير جه في دماغي دي ايه، ان المحفظه اكيد في السنتر اللي انا رحت فيه ده. رجعت تاني ل 10 دقايق وقعدت ادور، والناس قعدوا يدوروا معايا ومفيش اي حاجه موجوده. فاضطريت ارجع تاني ل 10 دقايق. حد بقى هناك قال لي احنا ايه ممكن او مدير المركز يعني قال احنا ممكن نفتح الكاميرات ونقعد ندور، بس هتاخد وقت. فانا ايه يعني متاكد ان هو ما ضاعش هنا، غالبا هتلاقيك ايه، يا اما وقع تحت العربيه او حاجه زي كده، فارجع اشوفها تاني. رجعت تاني برضه ما لقيتش حاجه. رجعت المركز قلت له ما لقيتش. فجه الراجل معايا المره الاخيره، هو بقى بيدور معايا في المره الاخيره. قال ايه ده يعني تعالى ندور مع بعض. وهو بيدور فجأة جه، يعني جه كده التذكر بقى رجع لي. قلت ده وانا ايه، وانا جاي في الطريق كنت بحط بنزين في العربية، فبعد ما طلعت المحفظة من الشنطة واديت الراجل الفلوس، حطيت المحفظة في اللي هو الكونسول اللي ما بين الكرسي بتاعي والكرسي بتاع جنب السواق ده. طبعا ساعتها يعني كنت بتمنى ان انا اختفي من قدام الراجل اللي انا معطله بقاله ساعة معايا رايح جاي 10 دقايق، وهو بقى فتح المركز مخصوص وعايز ينام عشان بيدور على الموضوع. فطبعا يعني ايه، كان موقف محرج في الوقت ده بالنسبه لي. فده احيانا يعني كتير بنتعرض لحاجات شبه كده. ده بيؤدي ان بنضيع وقت، بنضيع علاقات، بنضيع حاجات في الشغل بتاعنا، وبالتالي بنضيع بقى ايه يعني حاجات كتير في حياتنا زي. فده يعني الموقف اللي حصل ده، انتوا تفتكروا ده حصل بسبب ايه؟ هل يعني الذاكره بتاعتي ضعيفه بحيث ان انا ما كنتش فاكر المكان اللي انا حطيت فيه المحفظه، ولا بسبب ان التركيز بتاعي هو اللي كان ضعيف في الوقت ده؟ وسمر بتقول أهو ضعف التركيز وزيادة تشتت التركيز، الإرهاق قلل التركيز بالظبط. تركيز ضعيف بالظبط. التركيز والإرهاق، إن هو زي ما معظمكم قال، هو التركيز. فإحنا إيه ممكن بقى ساعات بنخلط الموضوع، نقول أصل أنا ذاكرتي بقت ضعيفة بقيت أنسى أماكن الحاجات وهكذا، بينما المشكلة الأساسية هي في التركيز. برضه بسبب اللايف ستايل بتاعي يعني تأثير التشتت على نمط الحياة بتاعي بيخلي بقى النوم نفسه يعني مش احسن حاجه، يعني جوده النوم قليله. يعني انا بسبب ان انا طول اليوم قبل ما انام مثلا ماسك في الموبايل عمال اشوف بقى اخبار السوشيال ميديا، اشوف الرسائل اللي جات لي. فببقى لما اجي انام يعني عقلي ما بيبقاش صافي، يقعد يفكر بقى في الرسائل اللي انا شفتها، الحاجات اللي شفتها، فجوده النوم ما تكونش احسن حاجه. فنتيجه لكده هصحى اليوم الصبح تاني يوم زي ما قلنا حاسس بارهاق وتعب، وبالتالي مش هركز. وبالتالي هفضل اليوم كله ايه مش مركز، واجي قبل ما انام برضو ماسك الموبايل بتاعي، يحصل لي تشتت ومش هنام بجودة عالية، وهكذا بتبقى ايه دايرة مغلقة. يعني بسبب التشتت هنام نوم أي كلام، وبسبب النوم أي كلام هصحى أتشتت أكتر، وهكذا. برضو الإرهاق المزمن،
ده برضو من نتائج التشتت. لما انت طول اليوم بقى زي ما قلنا تعمل سويتشنج، تعمل مالتي تاسكينج، تعمل شويه حاجات هنا وشويه حاجات هنا وشويه حاجات هنا، يبقى كانك فاتح اكتر من ابلكيشن على الموبايل بتاعك في نفس الوقت، او اكتر من برنامج على الكمبيوتر بتاعك. هتلاحظ السيستم هيهنج، يعني هتبقى مش قادر يشغل الحاجات دي كلها في وقت واحد، فانت هتحس بتعب، هتحس باحتراق ذاتي، هتحس بالارهاق. اليوم يكون يعني بعد ساعتين ثلاثه هتحس انك عايز تنام، حاسس بخمول، والمشاكل اللي معظمنا بيعاني منها. فزي ما احنا شفنا لحد دلوقتي، بسبب التشتت ده في حاجات بتأثر على حياتي في الشغل، حاجات بتأثر على حياتي في العلاقات، حاجات بتأثر على نمط الحياة بشكل عام. فانت كده قول لي برضو في التعليقات ايه اكتر حاجة من دول انت بتعاني منها؟ يعني هل اكتر حاجة بتعاني منها مشاكل في العلاقات بسبب التشتت، ولا بسبب ولا مشاكل في الشغل، ولا اصلا نمط الحياة بشكل عام؟ يعني بتحس بقى الذاكرة بتاعتك مش احسن حاجة، ما بتنامش كويس، حاسس دايما بإجهاد وتوتر وإرهاق. يبقى دول ضعف الذاكرة، وخصوصا في المعلومات العلمية الذاكرة مش أحسن حاجة بسبب التوتر كله. مشاكل في الذاكرة بيأثر بشكل عام نمط الحياة، إجهاد وتوتر، إرهاق وذاكرة. شغل الفريلانس والنوم، دايما مش بحس إني بنام كويس كله. آخر ثلاثة اللي هم بتوع نمط الحياة، نمط الحياة وكثرة الملهيات في المذاكرة. تمام. يبقى كل دي من المشاكل والحاجات اللي احنا بنعاني منها بسبب التشتت، وبسبب الحاجات اللي ايه اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، اللي هي الاصل بتاع التشتت بتاعي. لحد دلوقتي احنا اتكلمنا عن اصل التشتت، اتكلمنا عن نتائج او اثار التشتت ده في حياتي عامل ازاي. وزي ما قلنا يعني يمكن ابرز كل المشاكل دي بتتحل مجرد ما يبقى في هدف واضح ومحدد في الحياه بتاعتي. ده برضه يعني في كورس بنتكلم فيه عن موضوع تحديد الهدف، وزي ما متعودين مني ان هيكمل معانا للاخر، هيبقى في عرض مميز قوي، يمكن اول مره نعمله عن هو مش كورس يعني، هي ورشه مكثفه، عرض مميز قوي للورشه دي. برضو زي ما قلت لكم، الناس اللي حاضره معانا لايف لحد الاخر هيبقى ليهم برضو هديه مميزه. بس قبل ما نشوف نكمل باقي الاجزاء، يعني في حد بقى ممكن يقول اصل انا ايه، يعني التركيز بتاعي مش يعني انا معظم اليوم مركز انا، او معظم اليوم مشتت، فاحنا ايه، ازاي نقيس ونعرف انا مثلا مركز بنسبه كام في الميه او متشتت بنسبه كام في الميه؟ في بعض يعني، ده اختبار بسيط كده معمول. يعني ايه، هنبقى هسألكم دلوقتي مجموعة أسئلة، وباستخدام بقى الورقة والقلم ممكن كل واحد يكتب اه او لا عن الحاجات اللي احنا ايه بنتكلم عنها دلوقتي. اول حاجة، هل انت من النوع اللي بيسرح ذهنه دايما بسهولة لما تحاول تركز على مهمة معينة؟ يعني قلت انا خلاص دلوقتي همسك كتاب اقراه، او همسك حاجة ذاكرها. هل انت من النوع اللي بيبقى مركز في حاجة زي كده، ولا ذهنك بيسرح بقى تقعد تفكر في حاجات تانية وانت بتقرا الكتاب او وانت بتذاكر؟ لو انت من النوع اللي بيسرح اكتب واحد، يعني ده على الورقة يعني اللي قصادك. لو انت من النوع التاني اكتب اتنين، او خليها عشان تبقى اسهل، يعني لو انت من النوع اللي بيسرح اكتب اه، ولو لا اكتب لا. تمام. السؤال التاني بقى، هل انت يعني وانت بتذاكر او انت بتشتغل، هل انت من النوع اللي كل شويه بيجي له بقى نوتيفيكيشن وحاجات زي كده فبيحس ان الحاجات دي بتشتته، ولا بتبقى قادر تتحكم في الموضوع ما بيجيلكش نوتيفيكيشن او تنبيهات في الفتره دي؟ لو انت كل شويه يجي لك نوتيفيكيشن برضو اكتب في الورقه اللي قصادك اه، ولو ما بيجيش اكتب لا. المقصود ما بيجيش يعني انت ايه، متحكم في الموضوع، يعني انت الى حد ما قادر مثلا تفصل النوتيفيكيشن وقت ما انت بتذاكر، او انت وقت ما بتعمل حاجه مهمه. تمام. الحاجه الثالثه، هل انت برضو من النوع يعني احيانا كده ايه، في ناس تلاقيها ماسكه خط تقول انا الساعه الجايه دي هقرا كتاب معين، تقرا الكتاب بالظبط اول ربع ساعه، وبعدين تروح قافلاه وتزهق وتروح يا اما تقرا كتاب تاني، يا اما تفتكر تليفون تروح تعمله، يا اما تفتكر حاجه معينه تروح تعملها، وهكذا يعني ايه، ما بيكملش زي ما بنقول حاجه للاخر. فهل انت من النوع ده؟ لو انت من النوع ده اكتب اه، لو من النوع اللي بتكمل حاجه للاخر اكتب لا. هل انت بقى من النوع اللي زي ما احنا قلنا كده بتاع في المثال اللي ضربناه في الاول، هل انت من النوع اللي دايما
القلق والتوتر بيخلوه ما بيكملش الحاجه اللي هو بيعملها. يعني انت بتحضر انترفيو مهم، بتعمل امتحان، بتنسى بقى الحاجه المهمه اللي انت عايز تعملها والسؤال يختفي من دماغك او حاجه زي كده؟ ولا انت ايه يعني في الحاجات دي عادي حتى لو توترت مش بتقدر تركز عادي؟ لو التوتر ده بيأثر عليك اكتب اه، ولو ما بيأثرش اكتب لا. برضه في ناس يعني ايه ما بيفرقش معاهم ان في دوشه حواليهم. يعني تلاقيه دايما قاعد في كافيه كده مركز مثلا في كتاب او حاجه ومش حاسس بالحاجه الدوشه اللي حواليه. فهل انت من النوع ده، ولا من النوع بقى اللي اي صوت جنبك يشتتك ويخليك مش قادر تكمل في الحاجه اللي بتعملها في الاخر؟ لو الصوت بيشتتك اكتب اه، ولو ما بيشتتكش اكتب لا. دلوقتي بقى ايه، عد كل الحاجات اللي انت جايب فيها اه، لو طلعوا يعني عد مثلا لو فرضنا ان عندك أربعة، اضربهم في 20 وتلاقي في رقم بقى طلع. الرقم ده يبقى حاجة في المية. لو انت مثلا عندك أربعة اه، يبقى انت ايه 80%، نسبة 80% عندك تشتت و20% في تركيز. والعكس بقى، يعني انت مثلا ثلاثة، ثلاثة اه، يبقى ثلاثة في 20 60، يبقى عندك ايه نسبة 60% تشتت، وهكذا. ممكن نكتب بقى النتيجة النهائية في التعليقات. في 60، في 100، في 80، 80 80 100 100. يعني معظم الناس 80 وعدد قليل 40 و60. وطبعا في برضه نسبة، يعني معظم الناس يا إما 80 يا إما 100. يبقى احنا كده ايه عرفنا لو النسبة بتاعتنا أكتر من 70، اللي هي يعني قصدي 80 أو 100 أو 60. إلى 60 طبعا يعني معقول، بس يعني ايه من 80 و100 محتاجين بقى ايه نركز في الجزء اللي جاي ده، مهم قوي. لأن هو الجزء ده اللي بيعرفني بقى يعني الثلاث حاجات الأساسية اللي ممكن يكونوا مسببين لي التشتت وإزاي ممكن أتعامل معاهم. يمكن لو انت 20% 40%، يعني برضو الحاجات دي هتفيدك، هتحس تعمل لك فاين تيوننج. يعني انت بدل ما يبقى التركيز بتاعك 40 في التشتت 40%، او سوري بدل ما يكون التركيز بتاعك نسبته صغيره اللي هي اللي هي مثلا العكس بقى اللي هو 60%، لا ممكن ساعتها تزيد تبقى ايه 80 او 90%. زي ما قلنا السبب الرئيسي هو عدم وجود هدف في حياتك. يعني لو انت ايه عقلك مش محدد له حاجه واضحه ان انت عايز تعملها، والحاجات دي طبعا بتختلف ليها مراحل. يعني في ناس مهم يبقى عندك هدف كل 5 سنين، هدف كل سنة، هدف كل شهر، لحد ما توصل في الآخر إن في هدف يوم. أنت عقلك إيه دايما بيميل للحاجة السهلة اللي هي الكومفورت زون. اللي هو أنت يعني لو ما فيش حاجة أنت إيه هتمشي عليها عقلك هيتشتت بسهولة. فأنا مثلا دلوقتي صاحي الصبح أنا مش عارف أعمل إيه، جالي تليفون من واحد صاحبي قال لي ما تيجي نخرج. هروح سايب اي حاجه انا بعملها عشان انا ما فيش بلان عندي، ما فيش خطه. ممكن يكون عندي مذاكره مهمه وكل حاجه وعايز اذاكر، عايز اتعلم انجليزي، بس مش محدد ايه بوضوح انا المفروض اعمل ايه بشكل يومي عشان اوصل للهدف ده. فمين الاسهل؟ الدنيا بالنسبه لعقلك مش واضحه، هتذاكر انجليزي يعني هتعمل ايه ما انا مش عارف، لكن الخروجه دي حاجه سهله وحاجه واضحه، خلاص نختار الحاجه السهله ونروح فيها. طبعا حته تحديد الهدف دي اللي بقول لكم نتكلم عليها في الورشه اسمها حدد هدفك، هتبقى ورشه مكثفه يعني اقول لكم التفاصيل بتاعتها بعد شويه، ويبقى لكم عرض مميز عليها، بس ايه خليها للاخر. الحاجه التانيه اللي هي البيئه المشتته. اللي هي ايه بقى البيئه المشتته؟ ان احنا زي ما قلنا بقى انا قاعد في اوبن اريا، او قاعد حتى في البيت بتاعي كل شويه يجي لي نوتيفيكيشن، كل شويه حد يجي يقاطعني، كل شويه يجي اي حاجه تطلعني عن التركيز اللي انا فيه. فبالتالي بيبقى صعب قوي ان انا اكمل في الحاجه اللي انا بعملها. لان زي ما قلنا انا ايه كل تلت ساعه او كل 23 دقيقه، يعني لو جالي تشتت واحد هيخليني ضايع من، يعني عشان ارجع لنفس مستوى التركيز اللي كنت عليه قبل كده هحتاج 23 دقيقه. وبرضه الحاجه الثالثه بقى اللي بتسبب التشتت بشكل كبير هو المود بتاعي. يعني احيانا ممكن يكون عندي هدف واضح وكل حاجه والبيئه منظمه، بس انا مش في احسن حالاتي، اكون بقى متوتر بحبط حزين متضايق اي حاجه من الحاجات دي. فساعتها برضو عقلي هيستسهل ويقول لي ايه خليك اعمل اي حاجه تانية غير الحاجه المهمه اللي انت عايز تعمل.
فاحنا ايه مهم ان انت تحدد اكبر ضلع في المثلث ده. يعني هتلاقي في ناس بالنسبه لها اللي هو اكبر ضلع اللي هو الهدف غير واضح، هو غالبا ده هو الضلع الاساسي اللي عندنا عند معظم الناس. في بقى البيئه المشتته او الضلع الاخير اللي هو الحاله الداخليه. فاكبر ضلع بقى اللي هو عدم وضوح الهدف ده بيبقى اعراضه عامله ازاي؟ اول حاجه هتلاقي نفسك دايما طول اليوم مشتت. يعني عارفين الناس بقى اللي بتشتكي اصل انا مشتت طول اليوم، اسال نفسك ايه الهدف اصلا اللي انت كنت حاطه لنفسك عايز توصله النهارده، او عايز توصله الاسبوع الجاي، او عايز توصله الشهر الجاي او السنه الجايه. غالبا هتلاقي ان مفيش هدف واضح ومحدد بالنسبه لك. هتلاقي كلها حاجات عامه زي اللي كان ايه معظمكم بيكتبها في الشات كده: اصل انا عايز احفظ قران، اصل انا عايز اتعلم انجليزي، اصلا انا عايز اكبر الشركه. يعني كلنا عارفين حاجات عامه كده. يعني هتكبر الشركه دي معناها ايه؟ ايه الخطوات اللي هتمشي عليها عشان تكبر الشركه؟ تتعلم انجليزي هتعمل ايه بالظبط؟ وهكذا. فمعظم الناس بيبقى عندها ايه؟ ده الاعراض بتاع ان الهدف بتاعك غير واضح. وبرده المالتي تاسكينج ده من اعراض ايه؟ عدم وضوح الهدف، لان انت ما فيش حاجه عقلك هيلزمك ليه. يعني عارفين زي المثال اللي كنا بنضربه بتاع العربيه: واحد نازل مش رايح اصلا مكان معين، فاي حاجه في النص هتجذب انتباهه عن الحاجه الاساسيه اللي هو ماشي عليها. فهو ده بس بالظبط اللي بيحصل. انت مثلا بتعمل حاجه، انت الحاجه دي انت مش شايف اخرها عامل ايه. يعني انت بتعمل دلوقتي مثلا بتقرا كتاب، الكتاب ده مش هيساعدك مثلا عشان توصل لحاجه معينه. فاي بقى حاجه تانية هتجيلك هتروح سايب الكتاب ده وتروح لحاجه تانية. فدي برضو من اعراض عدم وضوح الهدف. التسويف بقى، لان ايه؟ زي ما قلنا العقل بتاعي بيحتاج الحاجه السهله، فهو شايف ان انت ايه مش محدد له هدف واضح. يعني انت بتقول انا هتعلم انجليزي بس هتتعلم كام كلمه في اليوم مثلا، انت مش محدد. فهو بالتالي العقل بالنسبه له في ضبابيه في الحته دي، فيقول لك لا انا مش فاهم اصلا يعني ايه تتعلم انجليزي، خلينا نبدا بقى نتعلم انجليزي من اول بكره او من اول الاسبوع الجاي او اول الشهر الجاي. والتسويف بقى اللي معظمنا ايه بنعمله. برضو الحاجه التانيه من اعراض عدم وضوح الهدف ان انت ايه طول اليوم عمال بقى انت فعلا بتعمل حاجات بس الحاجات دي ما فيش ليها اي تاثير. يعني بتفتح عمال تبعت ايميلات للناس، عمال تدخل اجتماع تطلع من اجتماع تروح اجتماع تاني، عمال تكلم ناس في التليفونات، بس كل الحاجات دي ماشيه كده ايه في اتجاهات عشوائيه، ما فيش حاجه واضحه هي المفروض توصل لها في الاخر. فبالتالي ما فيش اي تاثير للموضوع ده. فالحل بقى او يعني الحاجه ببساطه، الفكره ببساطه ان انت ايه تكتب هدف اسبوعي بصيغه فعل زائد النتيجه ايه قابله للقياس زائد الموعد. يعني معنى ايه؟ ان انا عايز اتعلم مثلا 100 كلمه انجليزي، حاجه تقدر تقيسها في خلال 30 يوم مثلا يعني. وهكذا بقى لاي هدف احنا ايه عايزين نوصل، يعني الحاجه اللي عايزين نوصل لها نشوف كده ازاي ممكن نخليها ايه حاجه تبقى فعل محدد يتعمل زائد نتيجه قابله للقياس زائد ايه موعد نحط فيه الحاجه دي. الحاجه التانيه بقى اللي تساعدك ودي برضو مهمه جدا: انا ليه اصلا عايز اعمل الهدف ده؟ يعني انا احيانا بيجي لي ناس، انا في كورس بعمله ازاي تكتب كتابك الاول. الناس بتجي لي تقول لي انا عايز اكتب كتاب، بسالها انت ليه عايز تكتب كتاب او هتستفيد ايه لما تكتب كتاب؟ يقول لي لا ده انا كان في اصحابي شافوني بكتب حلو على الفيسبوك فقالوا لي ما تجرب حظك كده وتكتب كتاب. فقلت اجي اجرب. هل الهدف ده مهم بالنسبه له؟ لا. هل هو الهدف ده حاجه يعني متماشيه مع قيمه؟ لا. فبالتالي يعني بيشتغل معايا مره مرتين وبعدين ايه بيزهق وما بيكملش. عكس بقى واحد تاني جاي يقول انا لا انا هدف اكتب كتاب عشان اسيب اثر، عشان اساعد الناس ان هم يتطوروا، عشان اشارك الناس بخبراتي وبمعلوماتي. ده ايه غالبا يعني بنسبه كبيره قوي بيكمل للاخر لان ده عنده حافز كبير، عنده دافع كبير، فبالتالي بيكمل الحاجه اللي عايز يعملها للاخر. المهم بقى ايه؟ تكتب اول خطوه هتبدا بيها. يعني انا خلاص حددت ان الهدف بتاعي اتكلم 100 كلمه انجليزي في خلال 30 يوم، وعرفت ان ده مهم بالنسبه لي عشان انا عايز اعمل مثلا اقرا كتاب معين باللغه الانجليزيه يساعدني اترقى في شغلي مثلا او يخليني اسافر بره او اي حاجه من الحاجات دي. اكتب بقى اول خطوه انا هعملها في الموضوع ده. اول خطوه انا هعملها ايه؟ هي ان انا مثلا وليكن ادور على الكورس مناسب. مجرد ادور بس، يعني احدد كده خمس ست كورسات ممكن واحد فيهم هو اللي يساعدني في ان انا اوصل للهدف بتاعي. فزي ما شفنا انت عشان تحدد هدفك طبعا يعني بشكل موجز عام قوي، يعني هشرح لكم اكتر ازاي بنعمله في الورشه اللي هي بتاعت حدد هدفك. أنا بشكل عام قوي اكتب الهدف بتاعي بالصيغه اللي احنا شايفينها دي: فعل زائد ناتج زائد موعد، واحدد الحافز بتاعي او الهدف بتاعي من الهدف ده، واكتب اول خطوه عايز ابدا فيها. بس تخلي بالك بقى زي ما قلنا ايه في بعض الاخطاء الشائعه او المنتشره في الموضوع ده: ان انت تسيب هدف عام. يعني عايز اتعلم انجليزي، عايز اكتب كتاب، طب كتاب في ايه مش عارف، كتاب كام صفحه ما اعرفش، هتخلصه امتى لا لسه ما حددتش. فعقلك هيختار الحاجه السهله اللي هي ايه؟ ان هو مش هيعمل اي حاجه في الهدف ده وهيسوفها. برضه حاجات غلط: هشتغل على الكتاب لكن الصح هكتب مثلا 10,000 كلمه قبل يوم السبت 25 نوفمبر مثلا.
برضو من الاخطاء الشائعه ان واحد يحط هدف ضخم، يقول مثلا انت عندك كتاب 500 صفحه، انا عايز هدفي ان اقرا الكتاب ده. عقلك هيشوف الهدف ده ضخم قوي كده وكبير، هيقول لا ده الهدف ده بالنسبه لي صعب قوي، خليني اسوفه برضه عشان العقل بيحب الحاجه السهله. لا انت ايه، قسمه بقى الخطوات، قول لا انا هبدا ان انا هقرا مثلا 10 صفحات النهارده. ده كده ايه بالنسبه للضلع الاساسي بتاعي اللي هو تحديد الهدف، اللي هو ازاي اضمن ان عندي بقى هدف واضح. وزي ما قلنا ده بنتكلم عنه بالتفصيل في الورشه، وبنعمل بقى بتبقى ورشه عمليه متفاعليه، يعني الناس بتخرج اصلا عارفه الهدف الواضح بتاعها ده بيتحدد ازاي. لان ناس كتير بنستخدم بقى تقنيه اسمها سمارت، ممكن يكون بعضكم سمع عنها وبعضكم ما سمعش عنها، وبعضكم حتى اللي سمع عنها بيطبقها بشكل عام او بشكل غلط. فبنتكلم بالتفصيل بقى، وكل واحد بيقول الهدف بتاعه وبيحصل له فيدباك، هل الهدف ده ايه اللي ممكن يحسنه بحيث ان هو يبقى اوضح، بحيث عقلك كده يبقى عنده وجهه وعارف هيروح ازاي. اما بقى بالنسبه للضلع التاني اللي هو ايه، تشتت البيئه. تشتت البيئه ده حله ببساطه حاجه احنا بنسميها قانون الاحتكاك، او اللي هو المقاومه. يعني ان انت ايه، يعني عقلك زي ما قلنا بيحب الحاجه السهله، فانت تعمل هنا العكس. الحاجه العكس دي اللي هي ايه، اللي هي ان انت صعب التشتت. ازاي يعني؟ انت مثلا الموبايل هو اللي بيشتتك، ده ليه؟ لان انت مثلا بتذاكر حاجه معينه، عقلك شايف ان المذاكره دي حاجه صعبه، او انت بتقرا كتاب معين، فيقول لك اختار الاسهل، امسك الموبايل جنبك اهو وشوف بقى اي حد باعت لك حاجه في السوشيال ميديا والحاجات اللي زي دي. انت اعكس بقى، خلي الموضوع صعب. ازاي؟ ابعد الموبايل عنك، حطه مثلا في اوضه تانية في درج، والدرج ده اقفله بالمفتاح، وبعدين طلع المفتاح ده حطه في اوضه ثالثه واقفل الاوضه. يعني يخلي الموضوع صعب بحيث عقلك بقى لما يجي ساعتها يقول لك ده الموضوع صعب بقى بالنسبه لي، وفي مقاومه وفي صعوبه. لا انت ساعتها كده ايه، تقول لك خلينا في المذاكره اسهل، وهكذا بقى. برضو الحاجه التانيه اللي في قانون الاحتكاك ده، لما ايه تحس ان البدايه بتاعت المهمه نفسها صعبه، لا انت خلي البدايه اسهل. يعني زي ما ضربنا المثال بتاع الكتاب، احنا ايه قلت هقعد اقرا 500 صفحه، لا خلي ايه، لا انا هبدا بس ان انا اقرا 10 صفحات. يعني الاسئله برضو اللي انتوا بتبعتوها يعني باذن الله نجاوب عليها كلها في الاخر، فنفضل ان احنا ايه نركز بس في الحاجه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. برضو من ضمن الحاجات اللي تساعدك انك تنظم البيئه بتاعتك، قانون بنسميه ايه، 5 في 5، اللي هي اكتر 5 حاجات بتسبب لك تشتت في البيئه وازاي ممكن تتعامل معاهم. اول حاجه ان انت ايه، الموبايل. افرض انت عايز تعمل شغل، يعني اللي نسميه بقى شغل عميق، شغل انت مش عايز اي حاجه ايه تشغلك. انتوا عارفين الحل اللي احنا معظمنا بنوصل له لو احنا كملنا بس في الشغلانه اللي بنعملها لمده ساعه او ساعتين. يعني ببساطه هتخلي الموبايل يا اما ايه تعمله على فوكس ايربلين مود، بحيث ان ما يجيلكش اي نوتيفيكيشن في الوقت ده. طب الحاجات بقى الكتير اللي هي التابات بقى، احيانا ايه برضو من اللي بيعمل تشتت انك تفتح اللابتوب بتاعك كده او الكمبيوتر، تلاقي الساعه 10,000 تاب مفتوحه ايه على جوجل كروم. فانت في حاجه معينه عايز تدخل عليها، لا تسيبها وتروح تلفت نظرك حاجه تانية، وهكذا. فبرضه ببساطه اقفل كله وافتح بس الحاجه اللي انت شغال فيه. افرض بقى المكتب بتاعك زحمه، او يعني عندك بقى البيئه بتاعتك زحمه، فيها دوشه فيها فوضى، لا انت ايه قبل ما تنام تاكد ان ما فيش على المكتب بتاعك غير الحاجه بس اللي انت محتاجها. ان انا الصبح هبدا مثلا عايز اذاكر حاجه معينه، هو بس ده الكتاب اللي يكون ايه موجود على المكتب بتاعي، وشويه اقلام بقى وشويه ورق وحاجات زي كده. لكن اي حاجه زياده لا، هتبقى بالنسبه لي تضييع وقت على الفاضي، وهتخليني ايه مشتت تاني يوم. برضه زي ما قلنا، افرض في دوشه كتير حواليك، في حاجات عامله لك تشتت، في حاجات عامله لك دوشه، يا اما تحط سماعات تسمع بقى الموسيقى اللي احنا قلنا عليها، او حتى من غير موسيقى، يا اما تعمل بقى سيجنال كده او اشاره، تحط زي يافطه كده او نوت، انا ايه مشغول دلوقتي، برجاء مثلا عدم الازعاج. دي الناس لما تلاقيك فعلا ملتزم بالموضوع ده، يعني مش على طول حاططها، لا هتعرف فعلا ايه الوقت ده هتتجنبك ومش هتعمل لك اي دوشه. والناس اللي بتسأل على البي دي اف، يعني البي دي اف زي ما قلنا دي هيبقى زي ما كنت بقول لكم، يعني في هدية للناس اللي هتكمل للآخر. هي دي الهدية، يعني اللي هيكملوا للآخر أنا هبعت البي دي اف هنا بعد ما نخلص المحاضرة على الزوم. برضه من الحاجات اللي بتنظم البيئة بتاعتك ان انت ايه، عندك افكار كتير قوي في دماغك، يعني دي بتعمل لك تشتت. انت ايه يعني، عارفين الناس بقى اللي بيسموها اوفر ثينكينج، اللي هي ايه كل عايز مثلا اذاكر دلوقتي او عايز اكتب او عايز اعمل اي حاجه في الشغل، يجي لي 7000 فكره مختلفين عن الموضوع ده. فاللي يحصل بقى ايه ساعتها، اي ما يجي لك فكره زي كده يكون دايما جنبك ورقه وقلم مكتبه. ده يساعدك على حاجتين، الحاجه الاولى ان انت تضمن ان الافكار اللي في دماغك يعني لو في حاجه فيهم مهمه ترجع لها بعدين. الحاجه التانيه عقلك بقى بيرتاح، بيقول لك انت كده ايه
بالفعل الفكره بتاعتنا بقت في مكان امن ومكان مضمون، فخلينا بقى نركز في الشغل او الحاجه اللي انا ايه عايز اركز فيها. فاحنا من الحاجات دي كده ممكن نكتب في الكومنتات ايه الحاجه اللي انت فعلا هتبدا دلوقتي تنفذها. يعني هل هتبدا ان انت تحط الموبايل تعمله على زوم، سوري هتعمل الموبايل على فوكس او ايربلين وانت بتشتغل، ولا هل انت مثلا عندك دايما المكتب فيه مشكله فتقرر ان انت المكتب بتاعك هتحط فيه حاجه او حاجتين بس ان هم لازمين للمهمه بتاعتك، ولا اي حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها، ولا هي اصلا حاجه ايه مختلفه ما اتكلمناش فيها وانت تكتب عندك. ايفون بيقول هيقفل الموبايل. مكتب زحمه وهيكتب هيبقى بتقول المكتب زحمه وافكار كتير وتكتبها بره، هسيب الموبايل وقت ما اعمل حاجه مهمه. اقفل الموبايل، اه اقفل الموبايل. في انظم المكتب، ما عنديش كذا تب فعلا، تبويبات، قائمة مهام على المكتب، هقسم الهدف عشان ما يبقاش ضخم، الموبايل والمكتب. جميل. جميل. حلو أوي. في برضه ايه قاعدة تانية بنسميها قاعدة 10 في 2، يعني احنا كل ده بنتكلم عن الضلع اللي هو التاني اللي هو بتاع تنظيم البيئة. قاعدة 10 في 2 دي بقى ايه بتقول لك ان انت يكون دايما في مهمة معينة انت عايز تعملها تظبط تايمر 10 دقايق، وبعدين تاخد استراحة 60 ثانية. ده هيضمن لك ايه ان عقلك مش هيلتزم بالتركيز فتره طويله، وبالتالي هيحس ان هم 10 دقائق بس، فيشجعك انك تكملها للاخر. فانت لما تعمل الموضوع ده وليكن 10 مرات، يعني 10 دقائق 10 دقائق، يعني انت تضرب بقى 10 في 10 يبقى عندك ايه 100 دقيقه، يعني كانك قرب الساعتين انت مركز في حاجه واحده. طب افرض واحد بقى مش قادر اصلا يركز في العشر دقائق، وقتها ايه اللي بيعمله؟ وقتها هيخليها 5 دقائق، يعني انت ايه خليها خمسة، وبعدين 10 دقايق، وبعدين 60 ثانية راحة، وبعدين خمسة 60 ثانية راحة، وهكذا. دي ممكن نسميها 3 في 5، يعني 3 جولات في 5 دقايق، يعني كأنك إيه 15 دقيقة بس قسمتهم. هي الفكرة كلها إنك تبدأ صغير وتكمل وأنت بتتحرك، يعني في إيه كده مفهوم غلط أو منتشر اللي هو بنسميه بقى إن أنت إيه لازم تكون كل حاجة كاملة وكل حاجة أنت في وضع مثالي عشان تكمل للآخر. لا، أنت ابدأ بخطوة صغيرة، ده هيقلل التسويف، هيشجعك إنك تكمل للآخر، وهيخليك إيه مفيش أي مقاومة بتقابلك وأنت ماشي. يبقى احنا كده لحد دلوقتي عرفنا ضلعين، بعد ما اتكلمنا بقى عن باقي الحاجات اللي اتكلمنا عنها، اتكلمنا عن اصل التشتت والمشاكل اللي ناتجه عن التشتت، وعرفنا الضلع الاساسي اللي هو ضلع بتاع تحديد الهدف، وضلع بتاع تنظيم البيئه، والضلع الاخير بقى اللي هو الحاله الداخليه، وده يعني ايه مش هندخل في تفاصيله قوي دلوقتي. يعني هو الضلع ده ايه فايدته؟ ان انت لو انت بتعاني مثلا من اي مود بتاعك مش احسن حاجه وانت خلاص عايز تبدا مهمه معينه او حاجه معينه، يعني اول حاجه تشوف الحاجه اللي جواك دي اصلا مضايقاك ليه، او تسمي الشعور اللي جواك، يعني تقعد تعمل سكان كده سريع، يعني تكون هي اسمها ستار. تاخد برضو تكون نفس عميق كده وتقول ايه وانت تقول لنفسك انا عايز دلوقتي مثلا اعمل حاجه فيها تركيز. وبعدين في الوقت دي الخطوه الثالثه اللي هي الاكشن، تقول ايه انا الحاجه اللي هعملها دي هحدد بالظبط ايه اللي هعمله في اول دقيقتين، يعني انا هقرا صفحه مثلا ده من الوقت ده ياخد دقيقتين، انا دلوقتي داخل اقرا كتاب حاسس المود بتاعي مش احسن حاجه، فهسال نفسي انا مش حاسس ليه كويس دلوقتي، مجرد اقول انا حاسس بحزن حاسس بضيق ده بيخرج الشعور ده من عندي. وبعدين اخد زي ما قلنا نفس عميق واستعد بقى اخد المود بتاع التركيز، وبعدين احدد اول خطوه او حاجه اللي تاخد دقيقتين في الاكشن اللي انا عايز اعملها. وفي الاخر بقى فعلا لما اعمل الحاجه دي وانفذها اعمل علامه صح، ساعتها الاحساس السلبي اللي كان عندي ده اختلف وبقى ايه احساس ايجابي، وخلاني فعلا اركز في الحاجه. يعني الفكره كلها انك ما تستناش المود هو اللي يجي، لا انت اللي تعمله.
فاحنا زي ما احنا شفنا كده، احنا اتكلمنا النهارده عن ايه؟ ثلاث حاجات اساسيه: اصل التشتت، وعرفنا بقى الاصل بتاعه الست حاجات اللي احنا اتكلمنا فيهم. وبرضه يعني اختبار كده للتركيز يعني ممكن نكتب في الكومنتس كده ايه الست حاجات اللي احنا اتكلمنا فيهم في الاول اللي هم كانوا اصل التشتت. ما فيش ولا واحد فاكر. توتر، قله النوم، مظبوط. الملل، تعدد المهام، عدم وضوح الهدف، توتر وفرط المعلومات، تعدد المهام، كثرة الملهيات، البيئة، الحرمان من النوم والإرهاق، غياب الهدف، قلة النوم. جميل، حلو أوي ناس كتير مركزة معايا. طب مشاكل التشتت بقى، حد فاكرها برضو؟ احنا اتكلمنا على ثلاث مجالات أو ثلاث مناطق أساسية فيهم من مشاكل التشتت. أول حاجة فيهم كانت العلاقات، الاثنين التانيين كانوا إيه؟ العمل، مظبوط. وإيه تاني؟ كان في حاجة بقى تالتة. نمط الحياة، مظبوط كده. الناس اللي جاوبت. واخر حاجه بقى اتكلمنا فيها الثلاث اضلاع بتوع مثلث التشتت، اللي هو اول ضلع كان ايه؟ اللي هو الضلع الكبير بقى اللي احنا قلنا احنا بس لو قدرنا نعمله بالظبط: عدم وجود الهدف او تحديد الهدف، هدف غير واضح. بالظبط. هدف غير واضح وبيئه مشتته والحاله المزاجيه. بالظبط. تمام، حلو قوي، الحمد لله معظمكم مركز معانا. جميل، حلو قوي. احنا دلوقتي بقى عشان ايه ما يبقاش مجرد اللي احنا قلناه ده كلام مع عين كده، ممكن نعمل ببساطة إيه يعني خطة معتمدة على 3 أيام. أول حاجة، شوف أنت الحاجة اللي أنت عمال مسوفها أو مش مركز فيها ونفسك تخلصها، وحدد النهاردة إيه الحاجة اللي تبدأ تتعمل في دقيقتين بس واعملها النهاردة. فالنهاردة اللي تعمله حاجتين: تظبط البيئة، وتشوف بقى المود بتاعك عامل إزاي، وتستخدم التقنية اللي إحنا قلناها عشان تعدل المود ده. وبكرة تكتب بقى هدف أسبوعي بصيغة واضحة زي ما إحنا إيه اتكلمنا. وبعد بكرة ابدأ بقى نفذ 3 مهام مبدئية في الهدف ده. يعني أنا ممكن يكون الهدف بتاعي مثلا في كتاب معين عايز أبدأ في قراءته، فهيا النهاردة بقى الكتاب ده جهزه في المكان اللي أنا هقرا فيه، وأظبط المود بتاعي. بكرة بقى أكتب الهدف بالظبط: الكتاب ده أنا عايز أخلصه في كام وقت قد إيه، وإيه هدف منه، والحاجات دي كلها، وأنا الكتاب ده مفيد بالنسبة لي. وبعدين بعد كده ايه اليوم التالت ابدا ايه في تنفيذ بقى 3 اجزاء من اللي انا عملته. انا ممكن اقول عشان اوصل للكتاب ده انا محتاج مثلا انظم احدد الاهداف بتاعتي من القراءه، اشوف الكتاب كام صفحه، اكتب الملاحظات بتاعتي، فابدا ايه اشوف الخطوات دي وابدا في تنفيذها بعد بكره. وبكده في 3 ايام بس يبقى ايه نفذنا الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده في المحاضره، وفي نفس الوقت خرجنا بحاجه عملي عشان ما يبقاش الموضوع نظري فقط. فيعني ايه قبل برضو فاحنا ايه يعني الفكره كلها ان انت تبدا في هدف واضح. يعني دي مجرد ما تتحل هتلاقي كل الحاجات دي بتتحل اوتوماتيك. يعني عارفين كده زي الناس مثلا اللي تقول لك انا لو اول ساعه في اليوم بتاعتي اتظبطت اليوم كله بيتظبط. هي دي نفس الفكره، عشان تظبط حياتك كلها فكره انك تبدا بهدف واضح ومحدد. عشان كده اكلمكم دلوقتي شويه عن ورشه حدد هدفك. الورشه ايه يعني هتكون مكثفه، والهدف منها يوم ما تبقوا 3 ساعات هتبقى الورشه يوم 17. الهدف منها ان احنا ايه نخرج بهدف واضح ومحدد للسنه الجديده. يعني تبقى عارف كده في خلال السنه كلها هتعمل ايه، وتخرج من السنه دي من الورشه دي بخطه عشان تعرف ايه تمشي عليهم، بحيث ان انت تمشي على الخطه يبقى عندك الهدف ده باذن الله متحقق في اخر السنه. لان زي ما قلنا لو انا سبت هدف عام عايز اتعلم انجليزي، عايز اطور نفسي، الحاجات دي كلها بالتالي الحاجات دي كلها زي قلتها. ونعرف برضو ايه ازاي بقى نحدد الاولويات بتاعتنا، لان احيانا حد محدد الهدف بس بيقول لي انا كل حاجه في حياتي مهمه، ان انا عندي حاجات كتير في اليوم بتاعي المفروض اعملها، حاجات كتير عايز احققها بس للاسف مش عارف لازم كلها يتعمل. لا، احنا نعرف ان في حاجات انت ايه في تقنيه كده معينه نعملها، نصنف المهام اللي احنا محتاجين نعملها، ونعرف ايه المهم وايه اقل اهميه، بحيث ان انت تبقى تركز بس على الحاجات المهمه اللي هتقربك من الهدف اللي انت عايز توصله. ونتكلم فيه بقى عن ازاي تتعامل مع التسويف وازاي تتخلص منه، بحيث ان ممكن حتى لو انت في بعض الناس رغم انها محدده هدفها وكل حاجه الا انها عماله تسوف وتاجل. فنعرف بقى باستخدام تقنيات الكوتشنج، باستخدام تقنيات بسيطه عمليه، كل ده ايه كلام عملي
بحيث ان انت فعلا في النهايه، نهايه الورشه المكثفه دي، يبقى عندك خطه واضحه وهدف واضح، وتقدر لو جالك بقى تسويف في النص تقدر بسهوله قوي تتعامل معاه. الورشه دي معموله يعني اصلا التكلفه الاساسيه بتاعتها 700 جنيه، لكن احنا ايه هتبقى معموله الناس اللي هتحجز في خلال 24 ساعه تبقى ب 499 جنيه. في طبعا هدايا كتير قوي بقى تحصل عليها لما تشترك في الورشه دي. الافضل ايه اوريها لكم على اللينك نفسها، بس عشان دي مش هتبقى واضحه هنا. احنا زي شايفين اهي الورشه الهدايا بتاعتها. يعني دي المحتويات بتاعت الورشه نفسها، اللي هي بقى تعرف ازاي تكتشف هدفك الحقيقي، ازاي تكتب هدفك بصيغه سمارت، ازاي تعمل خطه واقعيه، ازاي تتخلص من التسويف. هتكون 17 يناير. دي بقى الهدايا. من اول هديه يبقى في زي بوكلت كده صغير او كتيب عملي يتبعت لكم PDF، بحيث ان في خطوات عمليه تعملها اثناء الورشه نفسها. هيساعدك بقى تطلع بالحاجات اللي احنا قلناها، يبقى عندك خطه واضحه، يبقى عندك هدف واضح، وهكذا. وطبعا في جروب واتساب خاص بالناس اللي هيشتركوا في الورشه، يبقى في الورشه هيبقى عليهم متابعه مستمره، بحيث ان اي حد يكتب الهدف بتاعه يحصل على فيدباك فوري، بحيث ان هو ايه يساعده ان هو يحقق الهدف ده فعلا. في برضو الهدية التالتة تسجيل كامل للورشة، يعني لا يحضر حتى لو حصل له أي ظرف ولا أي حاجة، أو عايز يعيد الورشة بعد كده، هيبقى عنده تسجيل متاح للورشة. في بقى PDF مهم، يعني في تلخيص لأدوات التخطيط، اللي هي تولز كده ممكن تستخدمها في حياتك العملية، يساعدك بقى على التركيز بشكل أفضل، وإن هو يقلل التشتت. طبعا في برنامج كبير اسمه فوكس بيتعمل في آخر الشهر، ده برضه هيبقى ليه خصم 20% للناس اللي هتشترك. وفي بقى كورس اسمه مسجل اسمه اتعلم اسرع، كورس حوالي 3 4 ساعات، التكلفه بتاعته يعني الطبيعيه بتبقى 1000 جنيه بس، ده هيبقى ايه هديه مع الناس اللي هتشترك. في برضه هديه تانية، النسخه الصوتيه من كتاب اتعلم تفتكر، والكتاب بقى اللي بيتكلم فيه عن تقنيات التذكر تقنيات التذكر والحاجات دي كلها، والتذكر والتركيز، بحيث انه يخلي ايه التركيز والتذكر بالنسبه لك نمط حياه. واللي احنا ايه يعني المقياس اللي عملناه النهارده ده يعني مقياس مبدئي كده للتركيز بس. ساعتها برضو الناس اللي هتشترك هيجي لها بقى PDF كبير فيه مجموعه اكبر من الاسئله، وتحليل بقى حسب اجابته للاسئله دي، هو ازاي بقى ممكن يحسن التركيز بتاعه، والوضع بتاعه بالنسبه للتركيز عامل ازاي. فزي ما احنا شفنا يعني كمان ال 499 جنيه يعني شامل الحاجات دي كلها، كمان يعني ايه بيبقى في ريفاند. يعني لو انت حضرت الورشه وما عجبتكش في خلال 24 ساعه بتبلغنا، وبيتم لك رد المبلغ. بس طبعا يعني الهدايا والحاجات دي بتحصل بقى بعد ما تكمل الاشتراك للاخر، عشان طبعا بديهي لو الورشه ما عجبتكش يبقى الحاجات التانيه مش هتعجبك. فالاشتراك طبعا عن طريق كذا حاجه. اول حاجه انت ممكن ابعت لكم اللينك بتاعت الموقع دي، ابعتها على الشات. دايما اللينك هتلاقوه مبعوت على الشات دلوقتي، وهكتبها لكم برضو هنا على اللي انت شايفينها موجودة فوق هنا دي.
وفي برضه الاشتراك عن طريق فودافون كاش وعن طريق انستا باي. بس لحظة معايا بس عشان في حاجة كده مهنجة. برضه حالا ابعت لكم البي دي اف. دي اساليب الاشتراك كلها، اللي هي انستا باي او فودافون كاش او اللينك نفسها. اللينك دي لما تدخل فيها وتكتب بياناتك هتلاقي اوتوماتيك في لينك للفيزا، فتدخل بيانات الفيزا وتشترك عن طريقها. زي ما قلنا اللي هي كلها 500 جنيه كسعر، برضو التكلفه بتاعته انت عملنا نعملها بسيطه بحيث تبقى مناسبه لعدد كبير من الناس. وكده كده ايه التكلفه دي بتبقى ريفاندد، يعني لو في خلال 24 ساعه بعد ما تحضر المحاضره وما عجبتكش بيتم رد المبلغ بالكامل. في بقى يعني لحد قبل ما اخد الاسئله كده، في بقى عرض مميز قوي للناس اللي هتشترك معانا دلوقتي قبل ما ننهي المكالمه، وهيبقى ليه معاه كوتشنج سيشن معايا. يعني برضو ممكن اكون ما وضحتلكمش في الاول، يعني انا الميتا كوتش معتمد من مدرسه اسمها نيورو سيمانتكس. يعني بهدف، انتوا عارفين الكوتشنج هدفه ان انا اساعدك بقى اشوف بالظبط التركيز ده مشكلته ايه معاك، وازاي ممكن اساعدك، ونعمل خطه مع بعض بحيث ان انت ترجع بعد ما تخلص المكالمه بتنفذها. بتبقى مكالمه حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع على زوم، ودي بتتعمل بس للناس اللي هتحجز ايه اثناء المكالمه دلوقتي. ف5 دقايق كده، اللي يحب يشترك ممكن يشترك، وبرضه اللي عايز ياخد بريك قبل ما نشوف الاسئله ونجاوب عليها ببعت لكم لحد ما اجهز البي دي اف بتاعت المحاضره اللي هبعتها على الشات. طبعا اللي يشترك دلوقتي بيشترك على الارقام اللي موجوده فوق دي، ويبعت على الواتساب اللي هو بتاع اللي انتوا اشتركتوا على اساس عن طريقه، اللي هو تلاقوا نفس الرقم بتاع فودافون كاش اللي فوق. يبعت البيانات بتاعته بحيث اعرف ان هو ده اللي هيبقى معاه الكوتشنج سيشن. حجز المكالمات، يعني برضو هنقولها تاني. الفكرة كلها ايه؟ ان احنا الهدايا اللي احنا قلنا عليها اللي هم ال8 هدايا دول الناس اللي هتشترك في الورشة اللي هي بتاعت حدد هدفك، اللي هي تكون ب 500 جنيه في حالة الحجز خلال 24 ساعة. بس الناس بقى اللي هتحجز دلوقتي أثناء المكالمة، هتحجز الورشة، يبقى ليها المكالمة دي هدية. الحجز ازاي؟ عن طريق انك تشوف بقى فودافون كاش اللي فوق ده او انستا باي او اللينك اللي تحت، وتبعت بعد ما تسدد تبعت الإيصال على الواتساب. حتى اللي ممكن يكون لسه المبلغ مش كامل دلوقتي معاه، ممكن يدفع بديبوزيت او حاجه مثلا، اي المبلغ اللي متاح دلوقتي، ويبعت لنا بس على الواتساب ويقول لنا حجزت اثناء المكالمه، والباقي هيبعته مثلا في خلال 24 ساعه حسب ما يبعت للأدنى. بس لحد ما اجهز لكم الفايل.
في ناس بدأت تبعت اهو، بس لسه ما قاليش اسمه. يعني ان شاء الله في اكتر من واحد ايه بدأ يبعت. بس عايز اقول لكم أنا طبعا بشجع الناس اللي هم دايما بياخدوا خطوات سريعه كده، لان الناس دي يعني بتبقى اكتر ناس حريصه انها يعني فعلا تحول المعلومات لنتيجه او تطبيق، ما يبقاش مجرد بس معلومات. تقريبا بدأوا يبعتوا. مروه، شكرا يا مروه. هايل. دلوقتي الفايل سهل وهيخ. معلش كان حصل قطع كده في الكونكشن، بس ممكن حد، شكرا للناس كلها اللي بعتت. وزي ما قلت لكم مهم وانت تبعت على المكالمة على الواتساب في نفس الوقت. والفايل هو لسه بيتبعت. وانا برضه ابعت لكم لينك دلوقتي على الشات، بحيث ان هو عشان لو هياخد ايه. بس اللينك دي بالرجاء انا ما تشيرهاش مع حد، عشان دي معموله هديه بس للناس اللي حضرت هنا. يعني لحد ما هو ينزل هتلاقوا انتوا ممكن تحملوه من اللينك دي. شكرا للناس اللي عماله تبعت، شكرا سلوى، شكرا مروه، شكرا ابراهيم. اه PDF مظبوط. ممكن برضو تبداوا بقى تبعتوا الاسئله بتاعتكم، ولسه برضو الناس اللي عايزه تحجز بقى بشجعها جدا ما تترددش وتبعت على الاشتراكات اللي موجوده على الشاشه دلوقتي. واللي عنده سؤال بقى ممكن يكتبه.
حد بيقول لي نرجع لخطوة 72. ايه خطوة 72 دي؟ الفايل هتلاقيه اتبعت فوق في الشات، بس بياخد وقت، وفي لينك برضو اتبعتت ممكن تحمل منها الفايل. اه، خطة 72 ساعة، اللي هي المقصود بيها ان انت ايه، اللي هي ببساطة إن أنت أول حاجة أنت تعملها النهاردة إن أنت تهيئ البيئة بتاعتك. يعني أنا مثلا دلوقتي عندي الهدف بتاعي حددته خلاص، عايز أكتب، عايز أقرأ كتاب. فهيئ البيئة النهاردة، يعني هنعملها خطوات بسيطة عشان عقلي ما يكسلش. تهيئ البيئة دي إزاي؟ يعني تحضر الكتاب اللي عايز تقراه في مكان ما يكونش فيه زحمة. تاني حاجة اللي هي بكرة حدد الخطوات بتاعة الخطة. يعني أنا هقرأ كل صفحة من الكتاب، هقرأ مثلا 10 صفحات يوم إيه، ال 20 صفحة اللي بعدهم يوم إيه. أعمل بس مجرد إعداد للخطة. تالت يوم بقى أبدأ في التنفيذ فعلا، أبدأ في قراية أول 20 صفحة. الدفع لحد امتى؟ والدفع طبعا متاح زي ما قلنا 24 ساعة، بس اللي هيحجز بس دلوقتي هو اللي ليه المكالمة الهدية دي، اللي هي كوتشنج سيشن هدية على الزوم. إيه تاني؟ ازاي نساعد دي اتش دي اصلا؟ يعني فكرة الاي دي اتش دي، اولا نتأكد ان هو فعلا اي دي اتش دي، مش احنا بنقول عليه كده وخلاص. ثانيا خلاص بقى اتأكدنا ومن دكتور ثقة وكل حاجة. الفكره كلها ان احنا نهيئ البيئه، لان الجينات بتاعت الاي دي اتش دي بيتم تنشيطها حسب البيئه الفوضويه. البيئه الفوضويه دي ابرز حاجه فيها لو هو طفل صغير او يعني عايش مع اهله، ان المشاكل اللي بين الاهل تقل، لان هو ده اللي بينشط عنده التوتر، التشتت، اللي هو فرط الحركه وتشتت الانتباه. تاني حاجه نفس اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده ده بيصلح برضه ان هو يشتغل مع الاي دي اتش دي. يعني كل اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده ده برضه ينفع للاي دي اتش دي. النسيان اللي بيسببه التشتت ازاي يتغلب عليه؟ هي نفس الفكرة، هي نفس كل الخطوات اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده. لان يعني النسيان بيجي نتيجة للتشتت، وعشان تعالج التشتت تعمل بقى الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده: تحدد هدف، تنظم البيئة، تظبط الحالة الداخلية. وهتلاقوا الفايل دلوقتي بقى جاهز فوق. وبرضه للناس اللي بتقول مش الفايل مش شغال عندها، الموقع مش شغال عندها، ممكن تنزله من الشات. سؤال تاني؟ اللي بيشتتني التفكير في المستقبل، زي ما قلنا الاوفر سينكينج حله الكتابه. يعني اكتبي بالظبط ايه اللي بيشغلك في المستقبل، ايه الحاجات اللي عايزه تعمليها في المستقبل، واكتبيها في ورقه وقلم خارجيين. لما تعملي كده خلاص هتضمني ان هو ايه، مفيش مشاكل في يعني التفكير موجود. ده بيساعدك تعملي خطط وحاجات زي كده، ويخليكي بقى الكتابه دي يخليك تركزي في الحاله اللي انت بتعمليها دلوقتي. ازاي اشجع حد مشتت ان هو يتعالج؟ هي الفكره بقى في الحاجات دي ان هو لازم الشخص نفسه يكون عايز. يعني انا ما ينفعش اقول للواحد انت كده مشتت تعالى لما اعالجك، او انت المفروض تعالج نفسك. ده زي مستحيل تحصل. لازم يبقى هو عنده قناعه داخليه ان هو عنده مشكله وعايز يحلها. يعني قدامنا 5 دقايق، لسه قدامكم فرصه. اللي عايز يشترك ما يترددش، يعني ممكن يشترك دلوقتي. هو الفايل نفسه نزل، يعني انتوا اطلعوا فوق في الشات كده هتلاقوا الفايل موجود، تعملوا بس داونلود. هو بياخد وقت، فيعني لو انتوا دخلتوا على اللينك اللي انا بعتها هي بتاخد وقت وبعدين بيبقى جاهز. الايصال نبعته على الرقم اللي هو اللي مكتوب فوق في فودافون كاش، ده 0100 182 4397. هو الهدف الفايدة اللي وراه ايه؟ ثقافي ولا مادي ولا اجتماعي؟ ده برضه السؤال مش واضح. بس هو بتسأل الميعاد امتى؟ 17، الميعاد 17 يناير. واللينك اللي هو بتاع البي دي اف شغال، بس هو بياخد وقت. يعني اتاكد ان الكونكشن عندك شغاله، عشان هو فايل كبير شويه وبيتفتح بالبي دي اف.
وبرضه فكرة إن سيف اللي هي كان فهمي بيقول عنده متلازمة سيف سيف سيف، أي حاجة بشوفها قدامي. هو ده بسبب إن مفيش هدف واضح في حياتك. أنت عارف لو في هدف واضح، يعني مثلا إيه، أنت عايز تتعلم إنجليزي، فأنت لقيت مقالة ليها علاقة بالإنجليزي دي سيفها عادي مفيش فيها مشاكل. لكن لقيت مقالة مثلا بتتكلم عن خبر عجبك في حاجة معينة حبيت تعملها في حياتك، مثلا حاجة ليها علاقة بالرياضة، ليها علاقة بفيلم، ليها مش عارف علاقة إيه، ودي حاجة مش بتصب في الهدف بتاعك أو مش بتوصلك للهدف بتاعك، فلا دي عادي ممكن ساعتها بقى مش هتسيفها عشان بقى عندك خلاص هدف واضح، فعقلك هيخليك تلتزم بالهدف الواضح ده. رانيا بتقول ساعات بتسرح في المذاكرة. ما دي زي الفكرة اللي احنا قلنا، انت مهم يبقى عندك حافز داخلي. ازاي تقوي الحافز الداخلي ده؟ عن طريق ان انت تقولي لنفسك عايزة تسألي نفسك انا عايز اذاكر ليه. لما ده يوضح هتلاقي الدنيا بقت اوضح بالنسبة لك والحافز بقى اعلى. تمام دكتور محمد رضا الله، اه طبعا اللي اشترك قبل الورشة برضو ليه الهدايا دي كلها. وطبعا مش هينفع نبعت اللينك بتاع الملف على الواتساب، لان زي ما قلنا دي هديه خاصه بس بالناس اللي حضروا معانا لحد دلوقتي. الكورس هيبدا يوم 7، هو مش كورس، هي ورشه هتبدا يوم 17 نوفمبر، وفيها بقى كل الهدايا اللي احنا اتكلمناكم عنها. اه بالظبط، واحد اسمه يعني حد كاتب اسم كومبيو سيتي بيقول له هو انا لو اخد اكتر من كورس اونلاين وانا محتاج اخدهم، هل ده ممكن يؤدي للتشتت؟ اه طبعا، يعني انت مهم زي ما قلنا تكون محدد هدف واحد واضح، وهو ده اللي تاخد الكورسات على اساسه. يعني انت عايز تتعلم انجليزي تاخد كورسات انجليزي، لكن ما تبقاش بقى تاخد كورسات في الاي اي وكورسات مش عارف في الرياضه والحاجات دي كلها، لان ده هيسبب التشتت. سليمان بيسأل اشتراك لكل الورش الشهر ده ولا اللقاء القادم بس؟ لا يعني اللي احنا بنعلن عنه دلوقتي اللي هو بتاع اللقاء القادم بس، اللي هو 17 نوفمبر. دكتورة نيفين بتقول ممكن تحول على طول على انستا باي. اه طبعا ممكن، هتلاقي يعني في الشاشة دلوقتي ظاهر رقم انستا باي، ممكن تحولي عليه. ورقم الواتساب هو أول رقم موجود فوق اللي هو جنب الفودافون كاش، اللي هو 0100 182 4397. الورشة يوم 17 نوفمبر. ومروة بتقول ممكن اشتغل على هدفين مع بعض. هي ممكن بس مش أحسن حاجة، لأن زي ما قلنا عقلك هيتشتت. يفضل هو هدف واحد بس تظبطيه، والباقي تخليه يعني بعد ما تخلصي ده تشتغلي على الهدف التاني. احنا خلاص خلصنا المحاضرة، احنا بنجاوب بس على الأسئلة. الجروب بتاع الواتساب هيفضل زي ما هو. ورشة حدد هدفك يوم 17 نوفمبر، وهتكون برضو مسجلة. أنا هحاول أفتح لكم البتاع تاني عشان لو محدش خد باله. مش عارف إيه 17 يناير، بتاعي ما قلتش على 17 يناير حاجة. يا إما بقى ممكن أكون قلتها بس بالغلط. رجعت رجعت تسجيل. اللينك اللي اتبعت لكم دي
دي بتاعت الموقع. الورشة إن شاء الله تبقى الساعة 7 مساء. ولا طبعا التسجيل أو الاشتراك في الورشة متاح لحد 24 ساعة بالسعر ده، والهدايا كلها موجودة ما عدا بس هدية المكالمة دي. يعني هي اللي هتبقى إيه؟ هي اللي هتبقى هي اللي هتبقى للناس اللي هتحجز أثناء المكالمة، لكن باقي الثمان هدايا موجودين زي ما هم. يعني الهدايا دي اللي هي يعني ورقة عمل كده هتكون موجودة، أو PDF هنشتغل عليه أثناء المحاضرة، وجروب واتساب خاص بالورشة، تسجيل كامل ليها، وPDF فيه تلخيص لأدوات التخطيط، وخصم 20% على كورس فوكس اللي يحب يشترك فيه، والنسخة الصوتية من كتاب اتعلم تفتكر، والاختبار. الهدايا دي متاحة لأي حد يشترك في خلال 24 ساعة، بس اللي هيشترك النهاردة هيبقى زيادة عليهم بقى اللي هي المكالمة. والورشة القادمة بتتكلم، هي دي ايفون اميرة، يعني شايفة اسمها حدد هدفك اللي احنا بنتكلم عليها من فترة، اللي هي الهدف منها ان احنا ايه نوصل. يعني هتلاقي برضو اللينك انا بعتها لكم في الشات، تدخلي عليها تكتشف التفاصيل كلها، ازاي تكتشف هدف حقيقي يكون واضح ومحدد، عشان قلنا ده اكتر حاجة بتساعد على التركيز وتقلل التشتت. تكتبي الهدف بصيغة سمارت، تكتبي خطة واقعية، وتتخلصي من التسويف. وعلاج كل الاسئله اللي انتوا بتكتبوها، يعني علاج السوشيال ميديا والادمان والحاجات دي كلها، ان يبقى عندنا هدف واضح ومحدد. انت عارف لما يكون عندك هدف واضح كده متشبع من الحاجه اللي انت عايز توصل لها، انت هتلاقي بنفسك كل الحاجات دي بقت تختفي من حياتك. زي بالظبط لو واحد بيحب الحلويات وكان حلويات كتير قوي وبطنه اتملت، وجيت تقول له ايه ده، في حاجه حلوه تاكلها دلوقتي، هتلاقيه مش قادر ياكلها. تمام، شكرا لكل اللي اشتركوا، وبرضه لسه قدامكم الفرصه تشتركوا خلال 24 ساعه وتحصلوا على كل الهدايا دي. بعت لكم ده برضه على الجروب.